عبد الله رافع عبد السلماني من قضاء القائم محافظة الأنبار. وأنشر هاي القصيدة لكل اللاجئين والمهجرين، وأرجو من جميع الشباب المشاركة بهذا المقطع. حسبي الله ونعم الوكيل. بعد ما أريد فيزا ولا لجوء إنسان، عمت عين الإقامة دنست صيتي. أشكر كل صديق وكل خوي وكل جار قفل بابه ورفض يقبل عراقيتي. خلف الله عليكم والوقت دولاب، لابد يوم تنزل بيكم رضيتي. لأن أول أمس كل البشر خداب كانوا للعراق ووكلوا ببيتي. كان الضيف عندي مكرم ومهيوب، فوق الراس أشيله وهاي تربيتي. ما أدعي وأسولف وأنا أبو النهرين، ياهو ما سمع أخبار حنيتي. بعد بصماتي ديوم والطبع موجود، من كانوا جياع بوسط صينيتي. يا دنيا حرام ومنكر ومكروه، إذا ابن العراق اليوم وطيتي. معقولة نسيت اسم العراق بساع، لو مثل البشر هم انت ناسيتي. ما يفيد الحكي ولا تنفع الكلمات، ارجع يا وطن لترابك الزيتي. ارجع يا حبيبة القلب أنبار، وادري ايش كثر ما ونيتي. وادري لوحدك عفناك صار سنين، وادري من الحزن تابوت سويتي. جيب الاغتراب وحطه بالتابوت. يا غربة العراق ايش كثر اذيتي، يا غربة العراق ايش كثر اذيتي. ما اعيش ببحر طعم يا ناس، ما اعيش ببحر ما له طعم يا ناس. انا بسجن الفرات وفقط حريتي، انا بسجن الفرات وفقط حريتي. ترابي ذهب والقاع من ياقوت، من ثوب الكرامة لبست بيريتي. وإذا قالوا لا ترجع والوضع مو زين، وأقول أنا الوضع والزين تاليتي. ما يبني بعد اللي يصير خلي يصير، طعم الموت أشرب من هجر بيتي. أموت بوسط خوتي ويا حالات الموت، من أجمع هنا واكتب وصيتي. وصيتي لو متت لا تدفنون جفان، لفوني بعلمنا وهاي أمنيتي، لفوني بعلمنا وهاي أمنيتي. وإذا تردوها لي بالقبر أرتاح، أمانة الله دفنوا وياي جنسيتي، أمانة الله دفنوا وياي جنسيتي.